السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع وصفات سلمان. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصفة اليوم إن شاء الله غنقدم لكم عسل منزلي ناجح 100% بسكر سنيدة وبسكر القالب وسهل التحضير مع جميع أسرار النجاح ديالو من أول تجربة. كنتمنى أن الوصفة تنال الإعجاب نتاعكم وأنكم تجربوها وتخليو لي في التعاليق. غادي نبداو على بركة الله مباشرة في المقادير وكذلك طريقة التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو في الوصفة ديال العسل، عندنا السكر، الماء والليمون واعواد ديال القرفة. هادو هما الاساسيات ديال العسل. بالنسبة للوصفة الاولى اللي غادي نقدم معكم، عندي هنايا 4 كيلو ديال السكر سنيدة. غادي نضيف عليهم كذلك 2 لتر من الماء. القاعدة ديال العسل كنديروا الكمية ديال السكر مضاعفة على كمية ديال الماء. دائما الا درنا 2 كيلو ديال السكر غادي نضيف عليهم لتر من الماء. الا درنا 4 كيلو ديال السكر كنضيفوا 2 لتر من الماء. دائما كما قلت لكم السكر كيكون مضاعف باش تنجح معكم الوصفه. صافي. بالنسبه للماء كيكون من الصنبور، الماء عادي ما يكونش دافئ ولا سخون. صافي كنخلطوا مزيان السكر ديالنا حتى كيذوب لينا، ضروري انه يذوب. من بعد غادا نضيف عليه كذلك، عندي هنايا 2 حبات من الليمون اللي مقطعه شرائح وحيدنا ليها العظومه باش ما يطلقش لكم المروره في العسل ديالكم. وعندي كذلك عود من القرفه هكا كبير، الا عندكم اعواد صغارين ممكن ديروها. صافي غادا نديرو هاد العسل ديالنا فوق النار. غادا نسدو عليها الكوكوط وغادا نحسبوا ليها من 35 دقيقه حتى 40 دقيقه. من الاحسن غير توصل 35 دقيقه حلوا عليها. بالنسبه انكم تحسبوا التوقيت ديال العسل ديالكم وهو كيطيب، ملي كتسدوا عليها الكوكوط حتى كتصفر الصفاره ديال الكوكوط عاد كتحسبوا ديك 35 دقيقه. كما قلت لكم ما توصلوهاش حتى 40 دقيقه. حلوا عليها. الا لقيتوا مازال الليمون ديالكم مازال يعني ما تكراميليزاش كما هكا، يعني راه مازال العسل ديالكم موجود. وكذلك ديروا واحد المعلقه هكا في الطبسيل وتخليوها تبرد. الا كل ما هكا كتحركوها باش يعني كتبرد لينا. الا لقيتوها هكا عاقده صافي طفيو على العسل ديالكم. كما قلت لكم ضروري انكم تطيبوا العسل ديالكم على لمده 35 دقيقه. مهم ممكن انكم توصلوها حتى 40 دقيقه، ولكن يعني الاغلبيه ممكن يعني غير ما بين 35 حتى 40. يعني كما قلت لكم بغيتو توصل ديك 35 حلوا عليها حتى تلقاو الا لقيتو الليمون ديالكم تكراميليزا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا ولا لهذا اللون هذا. صافي كتطفيو عليها كتخليوها تبرد او تدفى وصافي. يعني من بعد كتشوفوها واش يعني عاقده ولا لا. يعني غير كتولي هكا كما قلت لكم اللون ديال الليمون كراميليزا، يعني راه الوصفه نجحت معكم. صافي. كذلك غادا ندوز معكم الوصفه الثانيه اللي غادا نحتاج فيها. عندي هنا 2 قالب ديال السكر. غادا نضيف عليهم كذلك 2 لتر من الماء. كما قلت لكم دائما القاعده ديال العسل السكر مضاعف على الماء. غادا نضيف كذلك شرائح 2 حبات من الليمون. صافي غادا نخليو ضروري اننا نخليو العسل عفوا القالب ديالنا حتى كيذوب لينا مزيان تماما باش تنجح معنا الوصفه. من بعد هنا كما قلت لكم غادا نضيف عليهم كذلك شرائح من العسل عفوا من الليمون واعواد ديال القرفه. غادا نديرهم فوق النار. كما قلت لكم غادا نسدو عليه الكوكوط. غير تبدا تصفر لينا الكوكوط غادا نحسبوا ليها 35 دقيقه. يعني ماشي غير كديروا الكوكوط ديالكم فوق النار عاد كتحسبوا المده ديال الطهي حتى كتسدوا عليها. يعني كتبدا تصفر لكم الكوكوط كتحسبوا ديك 35 دقيقه كتحلوا عليها وكتشوفوا الا لقيتوا العسل ديالكم ولا لهذا اللون هذا صافي كتطفيو عليه الفران عفوا البوطه. وكذلك كتشوفوا الليمون ديالكم ولا هكا بهذا اللون هذا يعني تكراميليزا ما بقاش هكاك باللون الاصفر. صافي. كذلك بالنسبه للعافيه كنديروها على عافيه معتدله، يعني ما تكونش سخو يعني عافيه مجهده وما تكونش كذلك يعني خفيفه. صافي. هانتوما البنات العسل ديالنا من بعد ما وجد لينا، هانتوما القوام ديالو كيفاش كيكون ثقيل واللون ديالو كيكون بحال هكا. هنايا راني خليته ليله كامله حتى الغد ليه عاد كنصور لكم التتمه ديال الفيديو. هانتوما باش تعرفوا النجاح ديال الوصفه كتهزوا
العسل ديالكم كيهبط هكا خيط، يعني ما كيتقطعش وكيكون ثقيل هكا باش تنجح معكم الوصفه. وكذلك اللي غادي يسولني بالنسبه للمسكه الحره، صراحه انا ما كنضيفهاش، كتبقى هذيك غير زياده فقط في الوصفه. يعني ممكن انكم تزيدوها او ممكن لا، يعني كتبقى اختياريه. انا هذه هي الوصفه المعتمده عندي، ما كنزيدش نهائيا المسكه الحره. صافي هانتوما الوصفه كيفاش كتكون. العسل ديالنا كيفاش كيجي ثقيل. ملي كتعسلوا به المعسلات ديالكم كيبقى شارب العسل لمده طويله، يعني ما كيديرش كاع، يعني ما كتهبطش على العسل ديالكم، كتبقى شاربه العسل المعسلات ديالكم. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. هانتوما بالنسبه لهذا اللي في الطنجره ديال سكر سنيده، كما كتشوفوا القوام ديالو هانتوما. راه كاين الفرق ما بين سكر سنيده وسكر القالب. دائما سكر سنيده كيكون هكا يعني خفيف نوعا ما، عكس السكر ديال القالب كيكون هكا ثقيل. صافي هانتوما كذلك كما قلت لكم ضروري بالنسبه لمده الطهي ضروريه ومهمه. كما قلت لكم حتى كتسدوا عليه الكوكوط كتحسبوا مده ديال الطهي ديال العسل ديالكم. هاد المعلومات اللي كنقول بالنسبه للمبتدئات لاول مره غادا تجرب العسل. كنتمنى انني نكون فدتكم ولو بالقليل، وكنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. وبطبيعه الحال الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبتعاليقكم محفزه ليا اللي كتشجعني باش انني نحط الوصفات اللي يكونوا اقتصاديين وفي متناول الجميع. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه قادمه بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.